يا صباح الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ لو لسه اول مره تشوفوني احب اعرفكم بنفسي. انا رندا، عندي قناه على اليوتيوب كده صغيره فيها فيديوهات روتين واكل وطبيخ وكل حاجه. لو لسه اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا لي اشتراك ولايك وتكومنت الحلوه علشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله. بصوا بقى، النهارده لقيت الجو حلو كده، قلت ايه لما نقوم نعمل كرومب. والكرنب ده بصراحة مش انا اللي عاملاه، يعني انا بصراحة كده جايلي من عند حماتي متقطع وزي الفل زي ما انتوا شايفينه كده. انا بس ايه، بتدلع عليها على طول واقول لها ما بعرفش اقطعه. قبل ما اعمل اي حاجة بحب بقى انضف المطبخ كده، اغسل البوتاجاز، اغسل المواعين، عشان اخليه رايق بقى واقدر اقف براحتي ما يبقاش مكركب. لاني كده كده هيحصل فيه مواعين وهيبقى مكركب بعد الاكل. بدأت بقى احط حلة كده على النار، وقلت ايه لما اولع كده عليها وابدا بقى اقطع البصل واحضر كده الخلطة علشان احشي على طول ما الورق موجود بقى خلاص الدنيا تبقى سهلة معانا جدا يعني. وانا بحشي كده معاكم هبقى احكي لكم حكاية في النص كده يا رب تعجبكم. بدأت بقى اقطع البصل كده واشوحه تشويحتين، هو كده كده البصل ما بياخدش حاجة، وانا بحب الحاجة تبقى ايه، ني في ني كده، ما بحبهاش تبقى مستوية قوي قوي يعني. القوطة الايام دي رخيصة جدا، والناس بقى اللي عندها ديب فريزر تجيب وتخزن لان رخيصة جدا جدا. وداخل علينا رمضان وكل سنة وانتم طيبين والحاجة هتغلى جدا. ما لو انت في امكانك انت جيبي شوية كده وتخزنيهم خزنيهم. انا بخزنهم ان انا بقطع بجيبها اغسلها واحطها في حلة على النار تاخد غلوة واحدة بس، واطلعها اشيل منها القشرة اللي بره واعمل اضربها في الخلاط واحطها ايه في اكياس في الفريزر. عايزه اقول لكم تبقى فريش وطعمها حلو جدا. الناس بقى اللي معاها اطفال صغيرين وصعب النزول معاها بيبقى الحاجات اللي في التلاجة دي احسن بكتير من الفلوس اللي في البيت صدقوني. بصوا بدأت كده ان انا اعمل ايه الصلصة بتاعتها. انا ما بحبش احط صلصة معلبة يعني في المحشي والحاجات دي. بحب الحاجة الفريش احسن. قلت كمان همسح الرخامة كده، كان عليها سكر وشاي وحاجات غريبة كده. قلت امسحها وايه طول ما الحاجة على النار استغل وقتي، يعني ما احطش الحاجة وايه واقعد جنبها. اهو استغل اي حاجة الحاجة تنضف كده واخرج من المطبخ بعد الاكل، يبقى تبقى الحاجة زي الفل كده وخلاص. خلصت اهو الرخامة وهرص حاجتي، وهبدأ بعد كده بقى ايه، اشوف برضو الخضرة. انا لقيت الخضرة شكلها حلو جدا جدا عند الست الفلاحة اللي بتبيعها. ما جبت كمية حلوة وقلت ايه هاخد شوية للمحشي والشوية الباقيين اشيلهم في الفريزر. بص شكلها جميل خالص ازاي، وورقها حلو جدا وخضرة وطازة. انا بجيبها ايه يعني عامه بالطلب، بس لما لقيتها حلوه قلت فرصه كده ايه اجيبها واخد شويه ليها للمحشي والباقي اشيله في الفريزر. اهو بدات اشيل بقى التنتوفه دي، يا ريت كان عندنا فراخ ولا بط ولا حاجه يا جماعه كنا اكنهم لها. اهو بغسلها بقى كذا مره كده، تنقعيها بقى في شويه ميه كده كذا مره وتصفي بصوا الميه. وتبداوا برضو ايه تغسلوا فيها كذا مره كده. صدقوني الحاجة في البيت بركة جدا. والواحدة ساعات ما بتقدرش تبقى نازل تقدر تنزل وتبقى ناقص لها حاجات يعني انا اتعودت ان انا اي حاجة بلاقيها واقدر ان انا اجيبها اشيلها في البيت احسن بكتير من ان انا يبقى معايا الفلوس ومش قادرة انزل اجيب. بص كنت قطعتها كلها كده وجبت بقى كيس من بتوع السندوتشات ده نضيف، واحط فيها نص الكمية كده، هي هيشة على الفاضي يعني. احط فيها نص الكمية كده واكبسه جامد واحطه في الفريزر. اي وقت بقى عايزه اعمل محشي عايزه اعمل اي حاجه، يبقى الدنيا سهله معايا طلعه. واقوم حاطاه في الحله على طول، ما بيجرالوش اي حاجه على فكره. اهو كنت بقى اللي هنا الصلصه بدات تخش في التسبيك شويه. انا بحب احط الخضره عليها وهي بتتسبك، اولا بيبقى طعمها حلو جدا، جربوا الطريقه دي مش هتندموا خالص. بيبقى طعمها حلو جدا وبتاخد من طعم التوابل والصلصه. مش بحب احطها على الرز بعد ما الحاجه تستوي. حطيت بقى شويه سبع بهارات كده وشويه كمون والبابريكا طبعا شويه حلوين كده بتخلي الصلصه حمرا وطعمها جميل. والملح طبعا حسب رغبتك انتي. وبصل بودر وشوية كمان فلفل كده، بس ما بكترش قوي عشان الولاد، وبحبش احط شطة بصراحة لان البابريكا بتدي طعم الشطة بس من غير ايه الشطشطة اللي بتبقى في المحشي دي. بس كده. وسبتهم كده ايه على النار.
ورحت بقى ايه لما اغسل، بص كنت قطعت كمان الكرنب كده وظبطته عشان يبقى سهل معايا في اللي انا احشي على طول. وقلت اغسل بقى الرز حلو قوي، انتوا عارفين الرز البلدي بياخد ميه كتير، يعني يبقى عايز غسيل كتير عشان الماده البيضاء اللي بتنزل منه دي، النشا بتاعته يعني. اهو كنت غسلته كده زي الفل كده، وهبدأ بقى ايه احطه في صينية كبيرة علشان يبرد معايا بسرعة، وابدأ ان انا احشي على طول. بصوا هنا الصلصة كانت حلوة جدا اهي، سبكت في بعض. وهحط بقى، احط واشوف عايز تاني احط له، مش عايز بحطهم في علبة في التلاجة. ممكن مثلا بحط على البيض واعمله كده قرص بيض، بيبقى طعمه حلو جدا، بس اعمله في كذا حاجة يعني. اهو هحط بقى ايه الكام ورقة دول من تحت كده وابدأ احشي. عايزة احكي لكم حكاية حلوة جدا عن الحما. انا عارفه ان في ناس كتير قوي حمواتها بتبقى صعبه، ودي نماذج كتير شفتها في حياتي، يعني ان الحما ساعات بتبقى صعبه وشديده. بس انا عايزه اقول لكم على حكايه. كان في واحده زمان كده كانت عايشه مع حماتها، وعايزه اقول لكم اللي كان بينهم من بعض يعني مصانع الحداد، يعني ولا هي بتطلقها كلمه ولا حماتها بتطلقها كلمه. وهي تقول له امك عملت، وهو يقول لها ايه، يتخانقوا مع بعض بسبب امه، والدنيا كانت شايطه خالص. جت في مره قعدت مع واحده حكيمه كده شويه، قالت لها انا خلاص زهقت، انا هسيب البيت وهمشي، انا مش نافع معايا الموضوع ده خالص. قالت لها طب انا هقول لك على فكره حلوه، انا هديكي سم حطيه لحماتك في الاكل كل يوم 10 نقط، وشهر ونص كده هتموت، بس في شرط. قالت لها ايه هو؟ قالت لها انك انت تعمليها كويس جدا جدا عشان لما تموت محدش يشك ان انت اللي موتيها. وبالتالي فعلا هي عملت كده بالحرف، وبدأت تعملها، ويا ماما ويا حبيبتي وتعالي تعالي خدي شاور، تعالي غيري هدومك، تعالي كلي. لدرجة ان الست بدأت تحبها حب غريب، وبدأت تجيب لها هدايا وتقول لابنها ده انت ما خدتش غير ديت، ده هي كويسة دي طيبة. بقوا يحبوا بعض حب كأني بنته وأمها. راحت البنت جارية على الست دي وقالت لها الحقيني اديني حاجة تبطل مفعول السم اللي انت تتهوني. قالت لها ليه، ما انت كنت عايزة تموتيها ومش طايقاها. قالت لها لا لا لا، دي بقت حلوة جدا، دي طيبة، ده انا بحبها، دي زي امي، انا مش هقدر اعيش من غيرها. قالت لها ما تقلقيش خالص، السم ده ما كانش سم، ده كان زي فيتامين كده ولا حاجة، مش هيضرها ولا اي حاجة، بس انا حسيت اني الموضوع شايط بينكم وقلت اريحك، وبالتالي انت عرفتي قيمتها. ما عايزه اقول لكم على حاجه، الناس الكبيره دي بيبقوا زي الاطفال، يعني انت بكلمه ممكن تضحكي عليها وتخليها يعني تكسبيها كده وتكسبي ابنها. لان انت مجرد ما تقولي له امك، يعني بصي الكلمه دي بتشيله وتحطه 100 مره. اعتبريها زي امك. انا يمكن علشان يعني مامتي متوفيه من زمان قوي، ويعني ما كانش ليا ام وحما، بس انا ليا حماتي ربنا يخليها لي. عايزه اقول لكم اللي هي زي امي بالظبط. لكل فعل رد فعل، اكيد انا كويسه علشان كده هي بتحبني قوي، واكيد هي كويسه عشان كده انا بحبها. ما عايزه اقول لكم محدش، يعني الموضوع ده بيخرب بيوت كتير، وناس كتير بلاقيها في حياتي كده الدنيا مش لطيفه معاها بسبب حماتها. معلش انتوا برضو احنا لسه صغيرين، هم ناس يعني الدنيا خدتهم وودتهم 100 ألف مرة، وشبعوا شقة وتعب، وحياتهم كانت غير حياتنا زمان يعني. زمان كانت الدنيا صعبة جدا في العيشة وإمكانيات ويعني معلش حاولي انت بقدر الإمكان تكسبيها، وحاولي يعني على فكرة دعوتها يمكن كمان بتستجاب أكتر من دعوة الأم، علشان دي بتبقى دعوة طالعة من القلب فعلا. الأم بتدعي لأني أمنا، يعني لازم تدعي. لكن الحما لما بتدعي صدقوني ربنا بيستجاب على طول. يعني احنا عايشين بدعوة الناس ديت وعايشين ببركتهم في حياتنا. و... وعايزة أقول لأي واحدة كده عيد الأم قرب، هاتي هدية حلوة ووديها لها، اتصلي بيها، عاملة ايه يا ماما، أخبارك ايه، وحشتيني، بتعالي زورينا، أنا هبقى أجيلك أول ما الظروف تتصلح، حتى لو يعني كلمة في الباطل تجبر الخاطر. طولت عليكم ورخمت عليكم، بس انا حبيت احكي لكم القصه دي، كانت عجباني جدا، وقلت لازم اعملها لكم ايه في فيديو كده واقول لكم عليها. انا كنت خلاص الحمد لله كده خلصت المحشي، وقلت بقى لما اغسل الفوطه ديت بتنفعني جدا في في مسح اي حاجه كده، وبنشرها على طرف الحوض بتنشف تبقى زي الفل. وكنت خلصت بقى كده المواعين وخلصت الحوض وتمام التمام كده، بس همسح الارضيه وهولع على المحشي واخرج بره المطبخ بقى، لان بقالي كتير واقفه فيه بصراحه. وكان الجو عايزه اقول لكم دربكه ونطره، وكان مش عارفه كان فيه ايه، مع اني انا اول ما بدات كان شمس وتمام يعني.
بس هو بقى اليومين دول الجو امشير بقى، انتوا عارفين امشير وحركاته يعني. كل سنة وانتم طيبين. اهو انا بدأت كده ان انا اشيل السجادة ديت وانفضها، وقلت بقى هكنس المطبخ كده وهمسحه بقى مسحة بسيطة كده خالص. يعني املس على الارض كده بس على اساس لو في رز، في الخضرة وقعت لزقت كده يعني، إيه الحاجة تبقى نظيفة وتخرجي بره المطبخ كده تبقى ايه الحاجة زي الفل معاكي. وكمان قلت بقى لما البوتاجاز يخلص ابقى امسح الازاز بتاعه كده اللي تحت، شايفاه عليه بواخ كده وشكله مش لطيف، قلت برضو ابقى امسحه بعد لما اخلص اكل. وخلاص هيبقى فاضل على المواعين وخلاص. انا هو خلصت المسح وبقى زي الفل. هروح بقى اولع على الحلة، وهي ما بتاخدش وقت يعني ربع ساعة بكتيره، وبتستوي يعني. وهنتغدى بقى ونغسل مواعين الطبقين دول، والشقة كانت بره الحمد لله نضيفة وزي الفل. اهو انا بحط الطبق المسلطح ده كده علشان المحشي لما يجي يفور ويغلي ما يفكش من بعضه الصف الاولاني. اهو هحط بقى المية المغلية كده واحط شوية ملح، واتني ارجها كده مع بعض عشان المية تنزل لتحت خالص ما يشتش. اهو بدأ يغلي اهو، هبدأ انقله بقى على عين صغيرة خالص واوطي عليه زي الشمعة واسيبه مع نفسه بقى. كنت عملت انا بقى ليا نفسي كوباية شاي كده وقفت جنبه لحد لما بدأ يتشرب شوية. وخلاص اهو بدأ هنا بقى ايه السوا اهو. عايزة اقول لكم طعمه يعني يستاهل بقكم بجد، طعمه حلو جدا. يا ريتني كنت اقدر اودلكوا يعني، طعمه حلو قوي قوي يعني. اهو شايفين واحدة بوحدتها وزي الفل. اعملي حاجتك بحب هتبقى جميلة. يلا لو عجبكم الفيديو اكيد تعملوا الاشتراك واللايك، وباي باي يا حبايبي.